عمار عزيز كاظم، تولد 85. أتخذ من القراءة ملاذا طازجا وسبيلا مباركا للهروب من واقع يصافح الضجيج والفوضى ويكره التحليق والطيران. بالنسبة لآخر ما قرأت هي رواية للأخ والزميل الصديق مهند صلاح بعنوان جحيم شنغال. مهند صلاح الإنسان قبل الشاعر، مهند الذي وشح قلمه قبل أن يشرع في الدخول لهذه الرواية بالمقولة العظيمة التي تقول: إن لم يكن أخ لك في الدين فهو نظير لك في الخلق. تناول فيها مظلومية الطائفة الأيزيدية، هذه الطائفة التي عانت ما عانت من تهجير وإبادات على مر الأزمنة والعصور، آخرها بعد سقوط الموصل على يد التنظيم الإرهابي تنظيم داعش. استطاع مهند صلاح أن يكشف زيف هذا التنظيم ويعري ما جاء به من أمور وما جاء به من تعاليم نتن ما أنزل الله بها من سلطان. كما واستطاع أيضا وبأفكاره وبأدواته أن يدخل بكل سلاسة إلى روح وقلب القارئ ليستل دموعه رغما عنه. أتمنى أن تكون هناك طبعة ثانية وثالثة لهذه الرواية لأنها رواية مؤثرة جدا. أتمنى أن تكون في متناول اليد وفي كل بيت عراقي. أما الكتاب الآخر هو كتاب صغير بحجمه لكنه كبير في عطائه بعنوان الفرح ليس مهنتي، للكبير أيضا محمد الماغوط. محمد الماغوط كما تعلمون محمد الماغوط غني عن التعريف. محمد الماغوط من أسرة ريفية متعب أيضا، عانى الكثير، دخل السجن وهو في 19 من عمره، صاحب الجلاد والصوت. وكما تقول زوجته الأستاذة سنية، محمد الماغوط ولد في غرفة مظلمة مزدلة الستائر اسمها الشرق الأوسط. له قول جميل جدا أردده دائما، يقول: لا أحد يرغمني على محبة ما لا أحب وعلى كراهية ما لا أكره ما دام هناك تبغ وثقاب وشوارع. حقيقة تأثير هذا الكتاب جاء مختلف بالنسبة لي، ليس من حيث المضمون لا يقل أهمية، لكن وجدت هذا الكتاب ومن حيث لا أشعر يضع لي الخطوط أو يرسم لي الخطوط العريضة ويضع الأسس الصحيحة للشروع في كتابة النص النثري، من حيث العتبة، من حيث الصورة، التسلسل الزمني للنص، من حيث الدهشة، يعني من حيث كل مقومات النص النثري الناجح. وهذا دليل نستطيع القول من خلاله أنه القراءة هي المفتاح أو المصدر للنتاج المؤثر والنتاج الجيد. أنصح الجميع في القراءة بغض النظر عن الأعمار، كما وأنصح في اختيار الكتاب واختيار الزمان أيضا. القراءة غذاء للروح، القراءة غذاء فكري، تساعد أيضا على حل المسائل أو المشاكل اليومية في حياتنا، كما وتنمي القدرات على الكتابة. إضافة إلى أن هناك دراسات أخرى أثبتت أن القراءة تقلل من الإصابة بمرض الزهايمر.